العلم، مع كلمة الثقافة، مع الكلمة التي طالما انتظرناها كثيرا في كل اللقاءات والاحتفاوات مع معالي المستشار السعيد الطنطاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة غامرة متعددة الجوانب في يوم مشرق بهيج، أشرقت شمسه وتدلت بأشعتها الذهبية على قامات حفظت كتاب الله، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الميمون المبارك. كل الشكر والتقدير لكل من جشم نفسه عناء السفر ليشاركنا حفلنا، ليشاركنا تكريمنا، ليشاركنا عطاءنا، ليشاركنا حبنا، ليشاركنا وفاءنا، ليشاركنا تلك اللحظات المسروقة من الزمن. فسلاما سلاما سلاما على أنهار تتفجر بالخير، ووجوه تتلألأ بالضياء، وقلوب عامرة بالحب، واحترام يمشي على قدمين. كل ذلك ماثل في القامات الذين شرف بهم هذا الحفل الميمون المبارك. معالي الوزيرة المحترمة أدبا وخلقا وعلما وعقلا، تلميذتي النجيبة، لسان حالي بحالها دائما يقول: يا أيتها المها صبرت حتى تعلم الكرسي منك الصبر، فإلى الأمام قدما على طريق النجاح. معالي النائبة المحترمة الدكتورة مها شعبان، نحييها جميعا. أما عن سفراء العمل الخيري والعمل الخدمي، سعادة الدكتور طارق النجار ورفقاء دربه الدكاترة الفضلاء، أهلا ومرحبا بكم. لستم ضيوفا وإنما أصحاب بيت. لا يسعنا إلا أن نقول بلسان الحال: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. المحترم الخلوق أخونا الغالي الأستاذ طلبة الجمصي، نحييه جميعا. أما عن خير سفير لوزارة الأوقاف، وإن شئت قلت لمنارة الأزهر الشريف على أرض عروس الدلتا كفر الشيخ، أخي وحبيبي وأستاذي ومعلمي والرجل النموذج، سعادة الأستاذ الدكتور ماهر أبو عيشة، فلنحييه جميعا. أخي المحترم محمد حسان رفيق الدرب، نحييه جميعا. أما عنكم أنتم أيها الأحباب وأيتها الحبيبات، فهنيئا لكم، هنيئا لمن يشيدون من الحب قلاعا ومن العلم منارات تصافح الجوزاء وتناطح السحاب وتعانق السماء. راقي بأخلاقي، نعم، ربنا سبحانه وتعالى عندما امتدح حبيبه لم يقل وإنك لعلى علم عظيم، وإنما قال ماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق أيها الأحباب هو المنارة التي يشار إليها بالبنان. أقربكم مني مكانا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهنيئا لكم حفظة كتاب الله في يوم التكريم. نعم، راقي بأخلاقي،
فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذا أقول دائما أيها الأحباب، للإنسانية باب مفتوح، وللمروءة قلب مشروح، وللعلم عالم نصوح، وكل هؤلاء الثلاث وتاجهم جمال الروح إنما هو ماثل في حفظة كتاب الله. دمتم رياحين حب في كل زمان ومكان تفوح. لذا أقول لكل الحضور إن هذا المشهد الجميل وهذا المنظر البديع يا أستاذ أحمد يغول، هذا المشهد الجميل يقول للدنيا كلها ورافع السماء بلا عمد: ستظل مصرنا الحبيبة هي منجم الرجال ومصنع الأبطال وكعبة العلم والعلماء. هذا المنظر الجميل، هذه البذور الساطعة وهذه الشموس النيرة تؤكد على حقيقة نورانية، وهي أن مصرنا الحبيبة ظاهرة فريدة من نوعها، قلما يجود الزمان بمثلها، فهي قوة من بر وقوة من بحر وقوة من جو. مصرنا الحبيبة هي تلك التربة الغبراء التي يشق أرضها نيل ميمون الغدوات والروحات. مصرنا الحبيبة هي تلك الوجوه السمر التي تلتمع تحت أشعة الشمس الذهبية، تبذر الحب وتنتظر النماء من الرب. ورافع السماء بلا عمد يا أستاذ أحمد يغول، إن هذا المشهد الجميل وهذا المنظر البديع يقول للدنيا كلها ورافع السماء بلا عمد. لو جاعت كل شعوب العالم فلن يجوع شعب مصر، ولو جفت كل مياه العالم فلن يجف نيل مصر. أسمعها مدوية عبر هذا الصرح العملاق من الصغير قبل الكبير ولا صغير بيننا. تحيا مصر من السامع، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، حرة عزيزة أبية كريمة. فمصرنا الحبيبة أيها الأحباب ليست سماء ولا أرضا، وإنما مصرنا الحبيبة بكم، بسواعدكم الفتية وبعقولكم الذكية. فمصر يا واحة للحب تؤوينا، مد ذراعك يا أماه ضمينا، دقات قلبك في ود تهدهدنا، وكف برك بالإحسان يعطينا، لنبني المجد اليوم في ثقة ونطلع الشمس من تلقاء دينا. وقد علمتمونا سفراء العلم وحملة أعظم رسالة، وقد علمتمونا حفظة كتاب الله الراقين بأخلاقهم. علمتمونا وعلمتنا مصرنا الحبيبة أن السواعد إن كدت وإن كلت صارت شموسا منيرات ليالينا. فإلى الأمام نمضي قدما على طريق الأخلاق، ومن نجاح إلى نجاح، وبالتوفيق والسداد إن شاء الله. وتحية خاصة للأستاذ أحمد الغول، أيقونة الحب وأيقونة العمل الخيري وأيقونة العمل الخدمي. شكرا شكرا شكرا. شكرا دكتورنا الغالي، حقا من تقدم إلى التقدم وإلى الأمام بالرقي وبالعلم وبالأخلاق. وقبل أن نستمع لكلمة الأخت التي تضفي على قلوبنا البهجة والمحبة وتشعل آفاق نور دروبنا بالسعادة، فهي ليست سياسية فحسب، بل أخت حنونة. قبل أن نستمع إلى كلماتها العذبة التي نشتاق إليها، نستمع إلى أنشودة في حب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والطالبة أمل يسري جابر. ياللي انت رايح للنبي الله الله امانه سلم لي علي. ياللي انت رايح
في الدنيا والآخرة سعيد، ويكون عليه نور الرضا، ويحب ربه والحبيب نظرة 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 لله. مدد يا رسول الله. الآن مع الكلمة التي ننتظرها ونتأمل بها، كلمة أختنا سيادة النائبة الغالية على قلوبنا جميعا، فهي أختي قبل أن تكون نائبتي، الأستاذة الدكتورة مها شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول كل سنة وحضراتكم طيبين، وأنا سعيدة جدا جدا باللقاء ده، وبشكر أخويا الأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد الغول على دعوته الكريمة لي، وإن هو زي ما دكتورنا الفاضل دكتور سعيد قال إن هو دينامو العمل التطوعي الخيري في قلبي. مبدئيا خليني بس أرحب بالمنصة الكريمة، ضيوفنا الكرام، هم مش ضيوف، هم أصحاب مكان طبعا. دكتوري واستاذي الغالي دكتور سعيد الطنطاوي الذي تتلمست على يده وتعلمت منه الكثير والكثير اعمال الاخلاق قبل العلم، فبحييك يا دكتور سعيد. مستشارنا الغالي المستشار طلبة الجمسي، وان هو مشرفنا النهارده، تحياتي الغاليه ليه. استاذنا الغالي الدكتور طارق النجار اللي مشرفنا في قليل، تحياتي لحضرتك وكل الرفقاء اللي متصاحبهم مع حضرتك. شيخنا الفاضل الجليل الدكتور ماهر ابو عيشه. طبعا بوجه شكر خاص لاخويا الاستاذ محمد شعبان واخويا الاستاذ بسام شعبان، رفقاء دربي والجنود المجهوله في كل حياتي، فبوجه لهم كل التحيه والتقدير. طبعا برحب بكل الساده الموجودين، اولياء الامور وبناتنا واولادنا الشباب. عايزه اقول لكم في الاول خيركم من تعلم القران وعلمه، خيركم من تعلم القران وعلمه وتعلموا، حد يصححني وعلموا. طب انا هقوله تاني، خيركم من تعلم القران وعلمه. انا عايزه اقول المسابقه دي من اعظم واقرب المسابقات اللي انا بحب ان انا ابقى موجوده فيها، لان انا فعلا في المسابقه دي بحس ان انا لسه الدنيا بخير بصراحه، ان انا اشوف براعمنا الصغيرين قدروا ان هم يحفظوا القران. بوجه شكر ليهم كلهم، واولا لشيوخهم الاجلاء اللي قدروا ان هم يساعدوهم يحفظوا القران، واولياء امورهم وامهاتهم. انا طبعا مش هلاقي كلام كتير بعد اللي الدكتور سعيد قاله واستاذنا العالم الجليل. كل اللي اقدر اقوله ان انتوا حافظوا على علم القران اللي انتوا اتعلمتوه، زي ما الاستاذ سعيد قال القران مش حفظه بس، لازم القران ان احنا نحفظه ونتدبر في اياته ونعمل بها. العمل لو عملنا بكل آية عرفناها في كتاب ربنا الكريم، احنا حياتنا هتتغير يعني 360 درجة، لأن كل كلمة في القرآن الكريم هي أخلاق، وكلنا نتمنى ان احنا نكون أخلاق ماشية في الأرض، ومش لاقي كلام تاني أكتر من كده أقوله. شكرا يا أستاذ أحمد على الدعوة، أتمنى ليك المزيد من التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجد بجد، وانا عارف ان شهادتي فيك المجروحه عشان خاطر انت اختي، وبجد الحفل الحقيقي والنجاح الحقيقي هو وجودك معانا، هو ده التكريم، يعني لا الدروع ولا الجوائز ولا اي، هو التكريم الحقيقي اللي بننتظره وجودك معانا دايما. ربنا يخليك لنا وتفضلي المنار السياسي اللي احنا بنستمد منه فعلا، لان انت حقا تستحق كل خير، فشكرا جزيلا والله. احنا لما بنتكلم عن التدبر وليه اخترنا التدبر، اخترنا التدبر عشان اولادنا مش شرط ان يحفظ سور ال 114 سوره عن ظهر قلب ويحفظها بال10 قراءات الصغرى والكبرى، لا، انا عندي لو الطالب حفظ ربع القرآن من يسير للناس، لو حفظ سورة واحدة، سورة النبأ فقط، بس بفهم وتدبر، عندي أفضل من إن يختم القرآن كله بالقراءات ال10.
ليه؟ لان محدش هيقدر يستقطب مخه، محدش هيقدر يلعب في مخ البنت، لان هي بقت اتعودت ان هي تفكر، اتعودت ان تتدبر الكلام اللي بتجراه، سواء بقى انجليزي، عربي، حساب، علوم، اي حاجه هي اتعودته من القران. القران عودها ان هي تتدبر وتفكر في كل صغيره وكبيره، محدش يقدر يستقطبها. عشان كده هنقدم دلوقتي فقره لاولادنا اسمها ماذا تعلمت من القران. ماذا تعلمت من القران؟ تقديم منة الله احمد، مالك عبد اللطيف الحرتي، ملك كرم محمد فتوح، فريد محمد نصر، إسراء السعيد الزبيري، أمل يسري جابر. اتفضلوا. حدثونا يا أهل القرآن عن مشواركم مع القرآن، حدثونا كيف كانت البدايات. البدايات أن نتوق من مرحلة الحفظ والتلقين إلى مرحلة الفهم والتدبر، ثم من مرحلة الفهم والتدبر إلى مرحلة العمل به، ثم الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه. إذا فما هي فن التدبر؟ فن التدبر هو أن تعلم أنك أنت المخاطب بكلام الله تعالى، فتصغي له بأذن قلبك وتتأمله بفؤادك، فتعي مراد الله إليك فتمتثل لأوامره، وتجتنب نواهيه فيظهر في سلوكياتك وأقوالك وأفعالك. وكيف نصل لهذه المراحل؟ باليقين التام، فنتعرف على حالنا مع القرآن. أنت مع القرآن حي وبدونه ميت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت مع القرآن مبصر وبدونه أنت أعمى. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إنك مع القرآن مهتدي وبدونه ضال. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وماذا تعلمت من القرآن يا فريد؟ تعلمت آية أضعها أمام عيني كلما لهيت وانشغلت بالدنيا عن الآخرة، في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وتعلمت أن مهما تكاثرت علي ابتلاءاتي ومهما اشتدت علي محني ومهما ضاقت علي الحياة ألا أيأس من كرم الله، في قوله ولا تيأسوا من روح الله. وتعلمت أن كل من يخوفني بالمستقبل لا يدري ماذا يحصل لنفسه غدا، فكفى بي وبالعالم. أعيش مطمئنا بالله وأطب نفسا وأقر عينا، في قوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وتعلمت أن من توكل على الله كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه أموره هداه. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرحمك، في قوله وكفى بالله وكيلا. وهذا كل ما تعلمته من القرآن وأكثر من ذلك. وماذا تعلمت من القرآن يا إسراء؟ تعلمت أن كيف
بدمعة عيني وألم قلبي، بل كيف بسجودي وأنا أناديه بظلمة الليل يسمعني. وقوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وتعلمت عندما يستصعب علي أي أمر أحدث نفسي بهذه الآية، فهي حسن ظن بالله. وقوله تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا. وتعلمت في هذه الآية قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعلمت أن من يتق الله هذا شرط، يجعل له مخرجا هذا وعد، يرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة. فحق الشرط يستحق الوعد وتنال المكافأة. حسبك يا إسراء. تاني الحتة دي يا إسراء، خلي بالكم، تحقيق الوعد ببلوغ الشرط من العمل. وده تاني كده. تعلمت أن من يتق الله هذا شرط. الشرط إيه؟ الشرط إيه عشان نحقق أي حاجة؟ ردوا. الشرط إيه؟ اتقاء الإيه؟ الله. الشرط إيه؟ الشرط إيه عشان نحقق كل حاجة؟ نتقي مين؟ يجعل له مخرجا هذا وعد. يعني لما اتقي ربنا ايه اللي هيحصل؟ هيجعل لي ايه؟ مخرجا. وعدني بحاجه، لو انا اتقيت هيخرجني. يجعل له مخرجا هذه مكافاه. كمل. قوله تعالى: اعوذ بالله. وتعلمت ان اذا تولى الله امري اهيئ له الخير، والدعاء مفتاح لجميع أبوابه. وقوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله. وماذا تعلمت يا مالك عندما قرأت القرآن؟ تعلمت وهو معكم أينما كنتم. تكفي هذه الآية لأشعر بطمأنينة قلبي وهدوء نفسي وسكون روحي، ولا أخف ولا أقلق، فهو معي في كل حين. وتعلمت أن الله لطيف بعباده. تكفي هذه أنه مهما تكاثرت عليك الهموم وبلغ بك العناء وما بلغ، أتذكر أن هذا لم يكن شيئا، لأن الله لطيف بعباده. وتعلمت إني وهن العظم مني هذه أعبر عن شكواي وأسكب فيها المسكنة والضعف والانكسار، وأشكو بأسي وألمي وحزني إلى الله، وأعلم أن الفرج قريب. وتعلمت أن وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه الآية تكفي للشعور بالطمأنينة، فخيرك محفوظ عند الله، وإن لم تسمع شكرا من الناس فخيرك محفوظ عند الله. فقط أخلص النية لله سبحانه وتعالى. وماذا تعلمت يا مالك عندما قرأت القرآن؟ تعلمت من القرآن أن الابتلاءات الكبرى ليست سوى ساعة، وما أسرع ما تمضيه، فأصبر وأحتسب ليجري علي القضاء وأنا مأجورة، والأجر علي وأنا مأزورة. وتعلمت ذلك من قوله تعالى: والذين اتبعوه في ساعة العسر. وتعلمت أيضا الثقة المطلقة في الله سبحانه وتعالى، ومثال لتلك الثقة المطلقة هو سيدنا ذنون يونس عليه السلام، الثقة التي ملأت قلبه في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت، فلا أيأس، فأمر الله بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتعلمت ذلك من قوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهل تخيلت يوما أن الغم مثاوبة فيها هموم الله تبتليني لتهذبني، لم يكن فأصابكم بل فأثابكم. وتعلمت ذلك من قوله تعالى: فأثابكم غما بغم. وتعلمت أيضا من القرآن الكريم أن الله يراني، مطلع علي، سميع لما أقول، عليم لما يجول به خاطري، فلا أتعجل بالله فالله أهون الناظرين إليه. وتعلمت ذلك من قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وتعلمت كل هذا عندما تدبرت وفهمت القرآن. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. وعندما تعلمنا كل هذا قلنا: الحمد لله رب العالمين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
الحمد لله رب العالمين.